الست دي لو عرفت قصتها وعرفت رد فعلها هتقول معاها حق جدا. الست دي كانت عجوزه جدا وما عندهاش عيال، وخلاص فات الاوان ان يبقى عندها اولاد. بس جه في مره حد قال لها انه هيبقى عندك طفل، وزي دلوقتي هيبقى عندك طفل تاني. تفتكروا رد فعلها ايه؟ ضحكت، قالت ياه بعد كل الزمن ده هيبقى عندي طفل. بس لو لفينا شويه ورحنا للعهد الجديد هنلاقي آية بتقول عن نفس الست دي بالإيمان سارة نفسها أخذت قدرة على إنشاء نسل. يعني إيه سارة نفسها؟ وليه قصد يقول سارة نفسها؟ عايز يقول إن هي نفس الست اللي كانت بتقول ما ينفعش وما أقدرش وخلاص خلصت الحكاية. هي الست دي بقى عندها طفل، ومش أي طفل، ده بسبب الطفل ده بقى فيه شعب كبير قوي. بس عايزة أركز معاك في الفعل بتاع أخذت قدرة. خلي بالك القدرة مش من عندنا، حتى القدرة منه هو. فلو عندك رغبة إن يبقى عندك قدرة إنك تعدي حاجة معينة أو إنك توصل لربنا بشكل معين، حتى القدرة دي اطلبها منه، هو جاهز يديها لك وجاهز ينقلك من العقم لأم إسحاق.